العراق الآن في نجم الفرح في المكان وضربة ركنية. يونس محمود، يا سلام! العراق والعراق ويونس محمود يكسر الجمود، يكسر حالة التعادل التي كانت سائدة. شوف الكرة الماضية ومن أمام كل مرة، لكنها ما مرت. شوف الراس اللي كانت منتظرة وكانت مترقبة وكانت متلهفة. يونس محمود هدف أول في المباراة النهائية، يشعل الملعب الآن، يشعل الملعب. يا لها من فرحة بالفعل، يا لها من فرحة، ليس هنا عند فيرا ولكن في كل مكان في العراق. يونس محمود بالفعل يعادل ياسر القحطان بهذا المشهد التاريخي. العراقيون يحتفلون هنا في جاكرتا، والعراقيون في كل مكان في العالم يحتفلون الآن بهذه الصور، يرقصون مع هذه الصور ويزفون التهاني الموبايل الآن، التهاني بالهاتف في كل مكان في العراق الجريح. وفي أن يدوم الفرح، أن يستمر الفرح، أن يطول الفرح لشعب عانى طويلا وقاس طويلا. لكن الأيام الآن، اليوم الآن، اللحظات التاريخية الآن، الآنية الآن، العراقيون في حالة فرح. فلتكن فرحة طويلة، فلتكن فرحة مستمرة، فلتكن فرحة لأبناء الرافدين. يعود هؤلاء الأبطال إلى العراق الجريح والكاس للمرة الأولى في الأيادي العراقية. يونس محمود وكل لاعبي المنتخب العراقي يرفعون الكاس. ما قالوا دائما دمنا ليش تسيل دمنا، لا ذنبنا ولا جرمنا، يا ابو يرضى باللي يصير بين اصحاب الضمير. يلا ننهض كل زلمنا، دمنا ليش يسيل دمنا. لكن عنها تكون هذه اللحظات مشاهدي جزيرة الرياضية، لحظات تعطي بعد ذلك الأمان الذي نأمله للعراق. يعود العراق للصف العربي، ويعود العرب كل العرب بعد ذلك للسياحة في العراق. نذهب إلى المسرح ونذهب إلى أربيل ونتناول كما نشاهد الآن من قبل كوكب اللاعبي المنتخب العراقي قصة كأس الأمم الآسيوية بالدول الأربع، بالمعاناة، بالإرهاق، بالتنقل، بالسفر، بالحل والترحال وفارق التوقيت وما إلى ذلك من مواصلة في كأس الأمم الآسيوية السعودية والعراق في المباراة النهائية. الكثيرين قالوا أنه والله المنتخب العراقي متأثر بالظروف الحالية. لا، الظروف الحالية لم تؤثر على أداء العراقيين الأبطال الحقيقة في مختلف المدن، وبالتالي الآن إنجازات حققت الوصول لكأس العالم، لكن هذا إنجاز يمكن يحققه فريق من نوعه في هذه المباراة. العراقي يتابع الآن في دجلة والفرات في كل مكان وضربة ركنية. يونس محمود في هذه البطولة فرح كبيرة وأخرجها المنتخب العراقي على وجه التحديد. قبل 22 يوم قد كان يتمنى، نعم العراق فريق كبير، ولكن هي كما نشاهد الآن من قبل كوكب اللاعبي المنتخب العراقي قصة كأس الأمم الآسيوية بالدول الأربع، بالمعاناة، بالإرهاق، بالتنقل، بالسفر، بالحل والترحال وفارق التوقيت وما إلى ذلك من مواصلة. لحظات تعطي بعد